كل سنة وانت قلبي، كل سنة وانت جنبي، كل سنة وانت الحب. قلب أمه اللي بعمل أي حاجة لو طلبها، لو حتى نجمة في السما هطلع أجيبها. كل سنة وانت قلبي، كل سنة وانت جنبي. من أحلى وأجمل وأسهل الطرق اللي ممكن تعمليها للتورت، وكمان هنعمل مع بعض سبونج كيك حلو قوي وسهل وبسيط، وبجد بجد مش هتفرق عن المحلات والتورتات اللي بنجيبها من بره. بسم الله ونصلي على الرسول ونشوف كده مقاديرنا على طول. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. وما تنسيش لايك للفيديو لو عجبك، وكمان تفعيل الجرس علشان تنوريني وتشرفيني وتبقى اخت من اخواتي. يلا بينا كده نشوف المقادير، وهكتبها لكم كمان على الشاشه فتاخديها كده سكرين تبقى اسهل كده، وبدل ما تكتبي فتبقى موجوده معاكي. اول حاجه هبتدي بيها كده بيضتين يكونوا سقعانين، وكمان هنزل عليها برشة من الفانيليا، ونص كوباية من السكر، وكمان كوب الا ربع مية تكون برضو سقعانة لازم وضروري، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، واتنين معلقة صغيرة كده من المحسن جل. تمام، يكون برضو سقعان. لازم البيض والمية وكمان المحسن لازم يكونوا سقعانين. وبعد كده يا بنات هنزل بكوب ونص من الدقيق. طبعا احمد كده كان حابب ان هو يشارك معايا، فبصراحه ما رضيتش ازعله، خصوصا كمان ان هي ليه، فقلت كمان ان هو يبقى واقف معايا كده ويبقى ايه هو بيساعدني، يبقى فرحان وكده يعني، ما رضيتش ازعل كده. نخلت الدقيق كويس جدا لازم برضو، تمام، علشان الكيكه كده تبقى ما فيهاش اي تكتلات، وكمان تبقى يعني جميله كده معاكي وانت بتضربيها بالمضرب، تكون كده بصوا عامله زي الكريم شانتيه بالظبط. بصوا يعني قوامها كده جميل جدا، وبتبقى بالقوام ده كده. طيب بعد كده يا بنات انا هضاعف كمان الكمية دي، عشان حابة ان الكيكة يعني تبقى مرتفعة شوية، وكمان تبقى كبيرة، علشان عايزة اعمل عليها الشكل اللي حضراتكم شفتوه في الصورة بتاعة الفيديو. طيب جبت صينية مقاس 26، طبعا الحجم بقى اللي تحبيه يعني، وبالفرشة كده بشوية زيت حاولت ان انا اثبت ورق الزبدة كده عليها. بعد كده نزلت بالخليط ده كله، وهنا كده كنت ضاعفت الكمية وحطيتهم كده مع بعض في الحلة. لازم يا بنات تكون حلة ألمونيوم، علشان بصوا بتديكي يعني ايه ارتفاع حلو جدا جدا، وبتبقى كمان يعني حلوة كده، وبتبقى سفنجية. عايزة اقول لكم برضو في البداية خالص اول ما اتعلمت لما اعمل تورتايه بقى والكلام الحلو ده، عملتها في صينية تيفال. عايزه اقول لكم ان كانت يعني سمكها طلعت بس طبقه واحده، فاهمين، رفيعه كمان كده، فلازم تبقى ألمونيوم كده. بعد كده سويت الخليط عود شيش طوب، وبدات ان انا اعمله بالشكل ده كده، عشان كده تبقى مظبوطه معايا وما يبقاش جنب عالي وجنب واطي. بعد كده دخلتها الفرن على درجه حراره 180، هتقعد معاكي ساعه 10 دقايق كده. واخر حاجه تفتحها عليها الشوايه، حاجه بسيطه جدا جدا. واول ما الاسبونج يخلص كده معايا هقفل كده طبعا عليه النار، وبعد كده هسيب باب الفرن مفتوح معايا علشان ما خرجهاش اول ما تخلص، عشان ما تاخدش صدمه وتهبط معايا. بعد كده هطلعها بقى على الرخامه وهغطيها كويس جدا كده، وهشتغل فيها ان شاء الله باذن الله تاني يوم. عايزه اقول لكم كده ان ده كده تاني يوم، وتعرفي ان هي مظبوطه معاكي ازاي من صوت الاسبونج كده. لما سمعته الصوت بتاعها، صوت الكيك كده بيبقى له صوت معين، الكيك الاسفنجي، فتعرفي كده ان الكيكه مظبوطه معاكي ومية مية. بعد كده جبت شوكولاته سما، اخدت نصها كده يا بنات، وكمان قلت ازود مكعب كده يعني، وحطيت عليها حوالي ربع كوبايه من اللبن، واقل كمان بشويه يعني، سبت شويه برضو من اللبن. بعد كده هحطها بقى على حمام البخار لغايه ما تدوب كده معايا، ويديني بقى الصوص الشوكولاته بتاعها الخطير. تعالوا بعد كده نعمل مع بعض الكريمه. في بوله كده هضيف كوبايه ونص من اللبن المثلج، انا بحب بصراحه اعملها كده باللبن، بتبقى كده دسمه وحلوه. تعالوا بعد كده نشوف عملنا ايه.
ضفت عليهم 4 معالق كبار من السكر، وهضربهم كده بالمضرب كويس لغاية ما السكر يدوب معانا، والسكر هنا حسب ما تحبي. وبعد كده هضيف كوبايتين من بودرة الكريم شانتيه علشان شغلنا كله بالكريمة. قوام بودرة الكريم شانتيه كده يعني بتختلف يا بنات، تمام؟ فممكن تزودي مية برضو مثلجة او لبن حسب ما تحبي، بس عايزة اقول لكم تجربتي برضو لما زودت عليها مية بعد كده مثلجة، القوام بتاعها كان اتقل متماسكة وما كانتش بتسيح على طول، فكانت معايا بصراحة دسمة كمان ماسكة نفسها وحلوة جدا جدا، طعمها كان خطير خالص. عايزة اقول لكم ان الكوباية الاخيرة دي مية على لبن، تمام؟ بس كده، فكنت بعاير يعني. فبنزود حبة بحبة كده لغاية ما القوام بتاعها يبقى معانا بالشكل ده. لازم المنقار كده بتاع الكريمة ده تعرفي ان هي كده مظبوطة معاكي ومش هتسيح ان شاء الله. بعد كده جبت الاسبونج حطيته كده على الرخامة وبدأت ان انا اشيله بقى من عليه الورق الزبدة، بيتشال كده معايا بكل سهولة، وبيشيل كمان طبقة خفيفة كده من الكيك، وقطعتها بالشكل ده 3 طبقات، وشلت يعني حاولت كده اشيل الجزء اللي هو بيبقى على طبقة الكيك من فوق، بس كده يعني شلت حاجات بسيطة كده على قد ما قدرت. هو بصراحة يعني ما بيبقاش باين في الكيك مع الكريمة وكمان الصوصات بقى، ويعني الحشوة كمان ما بيبقاش ظاهر يعني. وبعد ما قشرته كده بالسكينة على خفيف بدأت ان انا اشيله كده بالمعلقة بكل سهولة. بعد كده جبت البورد وحطيت عليه جزء كده من الكريمة علشان تثبت معايا طبقة الكيك اللي هحطها عليها، تمام؟ بعد كده جبت بقى ربع كوباية من اللبن، ضفت عليهم معلقة ونص صغيرة من السكر وقلبتهم كويس جدا. وبعد كده بقيت اسقي الكيك باللبن بالشكل ده كده بالفرشة على خفيف خالص صراحة، لان الكيك عندي طري جدا وهش وحلو قوي قوي، يعني هيبقى كده يعني ايه طري جدا وزيادة عن اللزوم، فحاجة بسيطة كده من التسقية. بعد كده حطيت طبقة من الكريمة، وحطيت كده صوص الشوكولاتة بعد ما يعني برد معايا تماما. ولو لسه ما بردش معاكي ممكن تحطيه شوية كده حاجة بسيطة في الفريزر لغاية ما يتقل معاكي. طيب بعد كده حطيت طبقة من الكيك، وبرضو عملتها كده بالفرشة، سقيتها كده حاجة بسيطة. وبعد كده يا بنات جبت بقى الكريمة عملتها بالشكل ده بالكيس الحلواني، تبقى بصراحة اسهل كمان. بعد كده حطيت عليها صوص الشوكولاتة، بس هنا كده ضفت عليه معلقة من الكريم شانتيه بعد ما ضربته، فاداني سمك كده حلو قوي للشوكولاتة. هيعمل لي ده بقى يا بنات ايه، طبقة حلوة كده من الشوكولاتة في التورتايه. كمان زودت عليها مكسرات كده عين جمل، بصراحة العين الجمل احلى واطعم مكسرات ممكن تحطيها كده في الطبقات بتاعة التورتايه، وهتجيبي كده ب30 كده فهتكفي معاكي كده زي بالظبط وهتبقى حلوة قوي. وهنكسرهم كويس وبعد كده بنضيفهم. وضفت بعد كده اخر طبقة من الاسبونج، وجبت كده صينية صغيرة على صينية اكبر عشان تلف كده معايا بالشكل ده. وسقيت الكيك اخر حاجة كده بالفرشة بشوية لبن، وبعد كده ضفت الكريمة بالكيس الحلواني كده، بصراحة بيبقى سهل كده والموضوع بيبقى سريع معاكي. وحطيت طبقة خفيفة كده على سطح التورتاية علشان لسه هحط اللي هو الكريمة باللون الاخضر، فما يبقاش الموضوع عالي معايا قوي من الكريمة. وبتسويها كده باي حاجة موجودة عندك، يعني انا كان ده بنات غطا كده علبة قصيته كده بالشكل ده، وبعد كده بقيت اساوي بيه الكريمه. بعد كده اشتغلت بالفرشه السيليكون، ادتني شكل حلو قوي وبسيط ومن غير اي بقى ايه افتكاسات. جبت بقيه الكريمه حطيت عليها لون اخضر كده علشان اعمل النجيله، فكان احمد بصراحه طالبها مني، يعني كان عايزها كده حاجه للكوره وكمان النادي المصري وكده، فهو بيحبه قوي فعملتها له بالشكل ده. ده كده لون طعام بيبقى جل، بدأت ان انا احط نقطة بنقطة كده لغاية ما ايه اوصل للون ده. وبظهر معلقة كده بدأت ان انا اشتغل بالكريمة كده على سطح التورتاية وافردها كده كويس جدا. بعد كده هجيب الفرشة السيليكون وهبتدي برضو ان انا اظبط الشكل كده بتاع النجيلة او اللون الاخضر كده، هيديني شكل حلو يعني بالفرشة كده على
شكل طولي مش دايره. يعني انا هنا كده كنت بجرب واداني كده الشكل الجميل خالص البسيط جدا جدا في تزيينه وفي كل حاجه كده زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده جبت الكيس الحلواني وبدات ان انا اعمل روزيتات في التورتايه كده من تحت، فادتني برضو شكل حلو قوي. وبس كانت بصراحة يعني ما شاء الله سهلة كده معايا ولذيذة خالص. بس كده. فالورق ده يا بنات كنا مصورينه من المكتبة. طبعا بتجيبي بقى الشكل اللي حباه وبتطبعيه من المكتبة، وسمك الورقة يكون يستحمل شوية عشان ايه لتزيين الكيك وكده. بس فكانت كده ايه بالشكل ده. قصيتها وجبت اعواد الشيش طاووق وعملتهم بالشكل ده بلزق من ورا، وبس كانت معايا بالشكل ده كده. وفي الوقت ده كانت التورتايه كده دخلتها التلاجة علشان الكريمه برضو ايه ما تسحش كده معايا لغايه ما اعمل كام حاجه كده. نفخت البلالين وكمان عملت الورق بالشكل ده كده بالمقص وقصيته. وزي ما انتوا شايفين كده احمد كان عمال يغني لنفسه وكده. المهم بعد كده دخلت على المطبخ بقى وطلعت التورتايه كده بعد ما الكريمه شدت معايا، قلت بقى ايه اشتغل واكمل. وبعد كده زينت بقى التزيين الاخير وبقت معايا بالشكل ده اللي هو بقى ايه الحاجات الخاصه بالكوره. وكمان حطيت كده الرقم 7. وكل سنة كده يا حبيب قلبي وانت بصحة وسلامة وسنة حلوة عليك كده تشبه قلبك كده ونقائه والعمر كله ليه، وربنا كده يجعل ايامك كلها جميلة ومليانة رضا وفرح، وكل سنة وانت بخير يا روح قلبي. وبس كده يا حلوين اكون خلصت معاكم التورتايه القمر دي. عايزة رأيكم كده في التعليقات. تزيينها سهل وبسيط جدا لأي حد ممكن يقدر يعمله. ما تنسيش لايك للفيديو لو عجبك وتفعيل الجرس علشان تنوريني، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.